نزلنا إعلان على الفيسبوك بندور على عامل نظافة متخصص لفيلنا في المكان الفلاني. جوزي كان كاتب شرط إن العامل لازم يكون متجوز ويجي بأسرته، وعدد الأسرة ما يكونش كبير، طفلين بالكتير. حطينا رقم تليفون جوزي في الإعلان وجاله مكالمات كتير. حددنا يوم الجمعة عشان جوزي بيكون أجازة ويقدر يقابل المتقدمين. جت الناس وجوزي قابل واحد ورا التاني، وفي الآخر قال لي: بصي، مفيش غير واحد بس اللي حسيته كويس. قلت له: اللي تشوفه هو ده اللي نبدأ معاه. قال لي: هكلمه وأقول له يجي إمتى. كلمه وقال له: تيجي بمراتك. يوسف رد وقال له: مراتي في البلد، هتيجي خلال أسبوع بالكتير. جوزي قال له: ماشي. بعد 4 أيام لقيت جرس الفيلا بيرن. بصيت من البلكونة لقيت شاب حوالي 30 سنة لابس جلابية. قلت له: أنت مين؟ قال لي: أنا عامل النظافة الجديد يا هانم. نزلت فتحت له الباب. دخل. قلت له: اسمك إيه؟ قال لي: يوسف، عندي 30 سنة. سألته: معاك شهادة؟ قال لي: معايا الإعدادية بس. قلت له: اشتغلت قبل كده؟ قال لي: لأ، بس أي حاجة تطلبيها مني أنا تحت أمرك. خدته ووريته الأوضة اللي هيقعد فيها، وقلت له: دي أوضتك، ولو احتاجنا حاجة هنرن الجرس اللي هنركبه هنا. قال لي: تمام يا هانم. وأنا بكلمه لاحظت إنه مش مركز مع الأوضة، كان مركز فيا أنا. قلت: عادي، يمكن أول مرة يجي شغل زي ده. قلت له: هسيبك تظبط أوضتك، ولما تخلص اطلع لي فوق أقولك على الشغل اليومي. قال لي: حاضر. بعد ساعة سمعت الباب بيخبط. كنت باخد شاور. قربت أخلص، سمعت الجرس بيرن كتير. لبست الروب وخرجت. فتحت له. قلت له: إيه يا يوسف؟ رنيت كذا مرة. لقيته واقف متنح، عينيه متعلقة بيا. فقلت له. قال لي: سامعك، أنا آسف. طب أجي وقت تاني؟ قلت له: استنى أدخل وأنا هلبس واجيلك. دخل وقعد في الصالون، وأنا دخلت أوضتي ولبست. خرجت. قلت له: ظبطت أوضتك؟ قال لي: قلت له: تمام. شغلك اليومي إنك تنظف قدام الفيلا وتهتم بالزرع. قال لي: تمام يا هانم. سألته: بتشرب سجاير؟ قال لي: لأ الحمد لله. قلت له: كويس، يلا انزل وابدأ شغلك. نزل، وأنا دماغي بتفكر في اللي حصل. هل ده طبيعي ولا لأ؟ بعد كده نمت شوية وصحيت على تليفون جوزي بيسأل عن العامل الجديد. قلت له: تمام، ما قلتش على حاجة حصلت. حضرت الأكل وافتكرت يوسف المفروض أبعت له أكله. خرجت البلكونة، ناديت عليه، ما ردش. نزلت أدور عليه، ما لقيتوش، وبعد شوية رجع. كنت فين؟ قال لي: كنت بجيب حاجة. قلت له: ما تتحركش من الفيلا إلا بإذني. قال لي: حاضر. وأنا طالعة السلم وقعدت، لحقت نفسي وسندت على إيده. أني سلامتك يا هانم. وفضل ماسك إيدي. قلت له: خلاص أنا كويسة. بس حسيته مش عايز يسيب إيدي. بعدها دخل المطبخ، أكل وشكرني. وأنا فضلت أفكر هو قصده ولا لأ، بس قلت يمكن عادي، ويمكن أنا اللي مكبرة الأمور. بعد كده جوزي رجع وسألني عنه. قلت له: تمام، وأداني رقم يوسف عشان أكلمه لو احتجت حاجة. تاني يوم خرجت البلكونة لقيته بيسقي الزرع في الشارع وهو لابس لبس داخلي. نزلت بسرعة وقلت له: انت فاكر نفسك فين؟ ما ينفعش كده. دخل ولبس الجلابية. أنا فكرت أجيب له لبس كويس، فعلا اشتريت له ترنجات واديتها له. شكرني جدا وفرح. بعد كده حصلت مكالمة غريبة بينا، وأنا ما كنتش متوقعة اللي هيقوله. بعد كده حصلت مكالمة غريبة بينا، وأنا ما كنتش متوقعة اللي هيقوله. كنت قاعدة في الأوضة بالليل، جوزي لسه مرجعش. الساعة كانت حوالي 12. لقيت التليفون بيرن، رقم غريب. رديت لقيته صوت يوسف. قلت له: في إيه يا يوسف؟ حصل حاجة؟ قال لي: لأ يا هانم، بس كنت عايزة أقولك حاجة ومكسوفة أقولها الصراحة. قلت له: قول يا يوسف، في إيه؟ قال لي: أنا عمري ما اشتغلت في بيت ناس محترمة كده، وانت ست محترمة جدا، وربنا يخليلك جوزك. قلت له: شكرا يا يوسف، وده واجبنا. قال لي: ممكن أطلب طلب؟ قلت له: قول. قال لي: أنا كل ما بشوفك بحس إن قلبي بيدق جامد ومش عارف أتصرف إزاي. أنا اتصدمت. قلت له: إيه الكلام اللي بتقوله ده يا يوسف؟ قال لي: سامحيني يا هانم، غصب عني والله، أنا بحاول أقاوم بس مش قادر. قلت له: أنت اتجوزت حدودك، ولو سمعت منك الكلمة دي تاني هتسيب الشغل فوراً. قال لي: حاضر، بس سامحيني، أنا ما كنتش أقصد أضايقك. قفلت المكالمة وقلبي بيدق بسرعة. كنت مش مصدقة إن ده بيحصل. تاني يوم الصبح نزلت أشوفه، لقيته كأنه مفيش حاجة حصلت،
بيشتغل عادي جدا، بينظف وبيرتب. قلت في نفسي يمكن كان بيتكلم تحت تأثير حاجة، أو يمكن بيهزر هزار سخيف. بس فضلت متوترة منه. بعد كده بيومين وأنا بكنس البلكونة فوق، لقيته بيبص من تحت بطريقة غريبة. ناديته، قلت له يوسف، أنت بتبص على إيه؟ قال لي والله ما كنت ببص يا هانم، أنا كنت بشوف المية نازلة ولا لأ. قلت له ماشي. الليلة دي جوزي سافر رحلة شغل لمدة 3 أيام. قال لي لو احتجتي حاجة كلمي يوسف، هو هيكون تحت أمرك. أنا كنت حاسة بخوف غريب، بس قلت خلاص هتعامل معاه ده حذر. الليل جه وأنا قاعدة بتفرج على التلفزيون، سمعت صوت خبط خفيف عند باب الأوضة. قمت فتحت الباب، لقيت يوسف واقف. قلت له في إيه؟ قال لي آسف يا هانم، النور اللي بره الأوضة بيقطع، ممكن أصلحه؟ قلت له ماشي بس بسرعة. دخل وأنا واقفة بعيد، فضل يشتغل شوية وبعدين قال لي ممكن تشوفي كده النور اشتغل؟ بصيت، قلت له اشتغل خلاص. قال لي طيب تمام، تصبحي على خير يا هانم، ومشي. فضلت قاعدة أفكر، هو كان صادق ولا كان عايز يدخل الأوضة؟ وبعدين قلت لنفسي ما يمكن فعلا النور كان بايظ. تاني يوم الصبح لقيته جايب فطار وقال لي حبيت أساعدك يا هانم عشان ما تتعبيش. قلت له شكرا بس ده مش شغلك. قال لي حاضر. الموضوع بدأ يكبر في دماغي، كل تصرف منه بقى بيخليني متوترة، بس في نفس الوقت كنت حاسة بحاجة غريبة، كأني في فضول جوايا أعرف هو فعلا بيحبني ولا بيلعب. وفي يوم وأنا راجعة من السوبر ماركت، كانت شنطة تقيلة وهو طلع يجري يساعدني. قال لي خليها عليا يا هانم. قلت له لأ عادي، بس هو شدها من إيدي وإيده لمست إيدي تاني. المرة دي حسيت إن قلبي بيرفرف. خدت الشنطة ودخلت بسرعة. بالليل بعت رسالة على واتساب، قال لي أنا عارف إنك محترمة ومش عايزة أضايقك، بس أنا نفسي أشوفك مبتسمة كده على طول. ما ردتش ومسحت الرسالة، بس كنت كل شوية ببص للتليفون يمكن يكتب تاني. تاني يوم وأنا خارجة البلكونة لقيته بيكنس وقال لي صباح الخير يا هانم. ابتسمت غصب عني وقلت له صباح النور. من ساعتها بقى في تعامل بسيط بينا، من غير كلام كتير بس نظرات كتير. وجوزي لما رجع لاحظ إني متوترة، سألني مالك؟ قلت له مفيش، تعيد شغل. قال لي خدي بالكم من نفسك، أنا عندي سفرية تانية الأسبوع الجاي. قلبي وقع. قلت له هتسافر تاني؟ قال لي 4 أيام بس. ومن هنا بدأت الحكاية تاخد منحنى ما كنتش متخيلاه أبدا. أنا اسمي نور، عندي 40 سنة ومتجوزة، بشتغل محامية وعندي مكتب خاص في البيت. جوزي عنده 45 سنة، مدير كبير في شركات تقيلة، ودايماً بيرجع من الشغل متأخر، تقريباً الساعة 2 بالليل. بناتي الاتنين بيدرسوا برا مصر وقاعدين مع خالاتهم، ما بينزلوش مصر غير في الأجازات. من حوالي 2 سنين اشترينا فيلا جديدة في حتة رايقة في الجيزة. بقيت طول اليوم قاعدة لوحدي، بحكم إن شغل جوزي بياخده، فمحدش عايش معايا غيري أنا وهو. مع الوقت حسيت إننا محتاجين عامل نظافة متخصص يهتم بالفيلا من نظافة وصيانة ويجيب لنا أي حاجة نطلبها. كلمت جوزي في الموضوع ده، في الأول كان رافض خالص، قال لي مش عايزين حد غريب يدخل بيتنا. قلت له ليه بس؟ بص حواليك، كل الفيلا اللي حوالينا عندهم عامل. سكت شوية وبعدين قال لي طيب سيبيني أفكر كده وأرد عليكي. نزل شغله ولما رجع سألته، قال لي ماشي بس مش هنختار أول واحد يجي، لازم نشوف كذا حد.